وقوف دقيقة حداد على كل الضحايا، على كل قطرة دم سالت خلال الفترة اللي فاتت. فنقف دقيقة من فضلكم. اتفضلوا يا فندم. قبل ما ابدا كلامي معاكم جميعا، باسمي وباسم الجيش المصري وباسم كل مصري بتقدم بالتعزية لأسر الضحايا الذين سقطوا خلال الشهور الماضية وحتى الآن. لكل أم فقدت، لكل أب فقد، لكل مصاب، لكل نقطة دم سالت من المصريين. وبدعو الله سبحانه وتعالى إن هذا الأمر يتوقف، هذا الأمر يتوقف. السيد قائد طابور العرض من فضلك اعمل جنبا سلاح. تمام يا فندم. قوات العرض العسكري جنبا سلاح. شكرا. أنا هتكلم معاكم كلام دقيق جدا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها. أنا كلامي النهاردة بوجهه مش بس لطلبة الكلية ولا حتى للقوات المسلحة، أنا بوجهه لكل المصريين. أنا لما بقول إن الجيش المصري جيش وطني شريف صلب، أنا بعني كل كلمة وكل حرف أنا بتكلم بيه. خليني أتكلم معاكم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة. احنا لما تعاملنا خلال فترة السنة بعد تسليم السلطة في 30/6 إلى قيادة مدنية منتخبة، اتعاملنا بكل الإخلاص والأمانة والشرف. ما غدرناش، ما تأمرناش، ما خناش. ده احنا حتى كمان كنا أمناء جدا في إعطاء النصيحة المخلصة والأمينة. وأنا هتكلم معاكم في تفاصيل مش كتير قوي، لكن تدلل قوي على إن الجيش ده جيش عظيم جدا، ورجاله ناس شرفاء ومخلصين ما يعرفوش لا الشائعات ولا الكذب ولا الافتراءات. لأن أنا هعمل ده مع مين؟ هعمل ده مع أهل المصريين. هم أهل المصريين خصوم ليا ولا إيه؟ هو الأسد بياكل ولاده ولا إيه؟ الجيش المصري جيش محترم، جيش أسد بجد، والأسد ما ياكلش ولاده. خلي بالكم، الأسد ما ياكلش ولاده. أنا عايز أقول لكم، اسمعوني من فضلكم، اسمعوني من فضلكم، اسمعوني من فضلكم. احنا قدمنا للرئيس السابق 3 مرات 3 تقديرات استراتيجية بالموقف وتطوراته وتوصياتنا اللي المطلوب تتعمل عشان يتجاوز الأزمات اللي هيقابلها
الكلام ده موثق، كنا بنعمله عشان خاطر بلدنا مش عشان خاطر حد. أنا عايز أقول لكم أنا كنت بقعد مع كل القوى السياسية والدينية منذ أحداث 25 أو 28 يناير. كنت بقعد مع كل الناس بحكم الوظيفة، وكنت بتكلم معاهم، وكنت بقول للتيار الديني خلي بالك من فكرة الدولة وفكرة الوطن، ده أمر غاية في الأهمية، ولازم تكون واخد بالك إنك أنت قيادة الدولة أمر في منتهى الحساسية، ومحتاج من اللي جاي يتولى هذا الأمر يكون مخلي باله ويكون رئيس لكل المصريين. ولما سئلت من أحد الشيوخ الأفاضل هل تنصح إن احنا نرشح رئيس، قلت لا ترشحوا رئيس بمنتهى الوضوح كده. الكلام ده كان أنا بقول اسمه، وأنا ما كنتش عايز أتكلم بأسماء عن حد، لكن الأمر اللي احنا فيه محتاج مننا كلنا ننتبه قوي للي احنا رايحين له، نخلي بالنا قوي من اللي بيتدبر لنا. الشيخ الحويني وهو شيخ فاضل أحترمه وأقدره سألني هذا السؤال أمام كل القيادات اللي كانت موجودة معاه من التيار السلفي، وسألني قال لي بعد ما قعدنا مع بعض أثق في رأيك، هل ترى أن احنا نتقدم بمرشح للرئاسة؟ فقلت له الرأي لا، أنتم محتاجين جهد ومحتاجين معرفة ومحتاجين تأهيل، والفترة اللي جاية فترة دقيقة، فأنصح بلا. وشكرني وغادر. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان ما حدش يتصور أبدا إن إحنا ما عملناش بالنصيحة المخلصة الأمينة لكل من سألنا ولم يسألنا. قلنا الكلام وكنا بنقول المرحلة اللي موجودة دي توصيفها أهو، توصياتنا أهي، عدم تنفيذها هيوصلنا لكذا. هذا الأمر اتعمل مرة واثنين وثلاثة، وتوقفت في نهاية مارس، توقفت عن إعطاء أي كلام في نهاية مارس في هذا المجال. وكنت بقول خلي بالكم إذا لم ننتبه جميعا التيار الديني هيعتبر ان التطورات اللي بتتم داخل مصر ورفض المصريين لذلك شكل من اشكال الممانعة ضد الدين، وبالتالي ستتحول الدولة المصرية الى مجابهة بين تيار يتصور انه يكافح ويجاهد في سبيل الله ضد من يجابه الدين من وجهة نظره، وبد تيار اخر يرى انه هو من حقه ان هو تتحكم البلد بالشكل اللي هو يتمناه. ده اللي احنا حذرنا منه ونبهنا عليه من 5 شهور بالظبط، وقلنا ان ده سيحدث خلال المرحلة القادمة لو لم ننتبه. انا عايز اقول لحضراتكم جميعا والكل من بيسمعني، من فضلكم ارجعوا لكل كلمة انا قلتها على مدار السنة او الفترة اللي انا توليت فيها هذه الوظيفة. انا قلت الكلام كله كان بيوصل لبعضه، كلام بيوصل لبعضه. في نوفمبر يعني بعد 4-5 شهور من تولي الرئيس السابق الحكم كان حجم الاختلاف عميق جدا، وكان لابد من ان احنا نتجاوز دي، لانها كانت هتؤدي الى مزيد من الانقسام اللي احنا تحسبنا منه.
عرضت الأمر على الرئيس قبل ما أعلن المبادرة. أثنى، خلي بالكم من الكلام، أثنى جدا على الدعوة. قلت له ندعو الناس إلى دار الدفاع الجوي، أنا مش هكون طرف في الموضوع، ولكن عشان ندي فرصة للقاء ونبتدي العملية السياسية ممكن تستمر والخلاف يتم احتوائه. بعد ما وجهت الدعوة تاني يوم الساعة 12 الظهر بكلم الرئيس السابق عشان ترتيبات اللقاء، قال لي من فضلك الغي هذه الدعوة. الكلام ده انا قلته قبل كده، قلت له حاضر، وقلت ان احنا يعني انا في هذا الموضع لم اوجه احراجا للمؤسسة، مؤسسة الرئاسة، وقلت ان بعض القوى لم تشارك فانا لغيت، اجلت الدعوة وانتهى الموضوع على كده. ثم بعد كده في الكلية الحربية قلت ان الامن القومي المصري يتعرض للخطر في حالة عدم وجود او استمرار الخلافات بين القوى السياسية في الدولة، ولا بد من مجابهة ده، لان ده سيؤدي الى عواقب وخيمة للامن القومي المصري. وانا بقول ساعتها برضو كتير من الناس توقفت وقالت ليه الفريق السيسي بيقول كده؟ هي ايه المخاطر اللي هو شايفها عشان يوجه ويحذر ويخوفنا كلنا؟ واستمرت الممارسات بالشكل ده. انا عايز اقول لكم وبقول للطلبة اللي قدامي دول بقى، اوعوا تفتكروا ان انا خدعت الرئيس السابق. انا كنت بقول له ان انا الجيش المصري جيش كل المصريين، والجيش المصري على مسافة واحدة من كل الفصائل، والجيش المصري لن يكون إلا تحت قيادتك أنت بحكم الشرعية اللي الشعب اداها لك، ولن يكون تحت قيادة أي حد تاني. أنا بتكلم بجد. أنا ما خدعتش الرئيس وقلت له أنا معاك وزي ما أنت عايز، لا. أنا الموقف اللي احنا واخدينه موقف صلب نابع من قيم وطنية محترمة ودينية شريفة. كنت بقول قبل ما أقول له الرأي، والناس اللي كنت بقعد معاهم بقول لهم خلي بالكم، احنا هنقعد واللي أنا هتكلم فيه ده أنا هأسأل وهتسألون فيه أمام الله يوم القيامة. مفيش مرة تكلمت لما كنت بقول الكلمة دي عشان أفكر نفسي وأفكر الآخرين إن إحنا سنحاسب، ومحدش أبدا هيقدر يخدع ربنا، لأن ربنا شايفنا كويس قوي من بره ومن جوه. أنا عايز أقول البيانات اللي أنا كنت بطلعها والله العظيم كنت بوريها للرئيس واقول له البيان ده هيطلع دلوقتي، بيانه اهو قبل ما يطلع. انا بقول لكم الكلام ده مش عشان المصريين بس يفتخروا بجيشهم وشرفه، لا، عشان ضباطنا وصف ضباطنا وجنودنا. ارفع راسك يا ابني، ارفع راسك قوي، احنا ناس بنخاف ربنا. خلي بالك من 6 شهور قلت له خلي بالك المشروع اللي انتوا جايين عليه ما ينفعش يكمل، اوقف هذا المشروع. اللي ما قدرتوش يعملوا اي حد سابقا على مدى 30 سنة ضدكم انتم عملتوه في 7 شهور،
وحجم الصد وحجم الرفض للدين اللي انتوا بتقدموه اكبر مما تتصورون. الكلام ده انا قلته للرئيس في قعدات عادية جدا، لا خناقة ولا على الهوى، لكن كنت بنقله بإخلاص. الواقع اللي موجود فيه الشارع المصري والرأي العام عشان ينتبه وعشان يقدر يتحرك بسرعة قبل فوات الأوان. احنا ما خدعناش الرئيس لما قلنا في بيان الناس كلها سمعته ان احنا معانا 7 ايام قبل 30/6 لإيجاد مخرج للأزمة، وكان في 7 ايام. واحنا بنقول له كده وبنقول للمصريين كده. كنا كمان على مستوى اللقاءات كنا بنقول الحلول ايه الحلول اللي ممكن تتعمل لإيجاد مخرج من الأزمة. ثم 48 ساعة ما كانتش مفاجأة. احنا ما جيناش كانت الدنيا ماشية والناس لقت الدبابات في الشوارع وبنعمل الإجراء اللي احنا عملناه. لا، ده احنا عملنا إعلان في الإعلام، ومع الرئيس كان بيتقرا له البيان قبل ما يتقال في الإعلام. بنقول في 48 ساعة نوجد مخرج. وقلت له ان الكبرياء للسياسي اذا خرج الناس عليه يخلي منصبه. لما الناس ترفضه او غالبية الناس ترفضه يخلي منصبه، او يجدد الثقة درءا للفتنة من خلال استفتاء يطلع فيه المصريين يقولوا ولا لا. كل هذا الكلام عرض بشكل مباشر او غير مباشر. غير مباشر يعني بعت 3 بقى مش 2. رئيس الوزراء، رئيس مجلس الشورى السابق، رئيس الوزراء السابق والدكتور سليم العوة، ان في ممكن يبقى في مخرج، والرئيس لا يعني يخلي زمام المبادرة في ايده ويعلن عن استفتاء باستمراره من عدمه. ده كان اليوم يوم 3. الرد لا. الرد لا. طيب يبقى اللي هيحصل ايه بقى بعد كده؟ يحصل بعد كده ان الملايين اللي نزلت في الشوارع ديت يبقى في احباط وفي يأس ويبقى في تعامل عنيف مع الحالة. يوم التيار يتصور ان واجبة المجابهة يوم المصريين كلهم يضربوا في بعض ويقتتال. اللي احنا قلنا عليه في الكلية الحربية ان الامن القومي المصري معرض للخطر، وممكن ننزلق الى نفق مظلم. الكلام ده اتقال من اكتر من 7 شهور. انا بقول كده للمصريين كلهم لان النهاردة وخلال الاسبوعين اللي فاتوا في كلام كتير بيتقال، وفي اجراءات كتير بتتعمل، وما زالت القوات المسلحة وما زالت الشرطة المدنية حريصة جدا على كل المصريين. لكن انا عشان حق المصريين عليا وحق الجيش عليا، وعشان انا امام الله اكون اخليت ضميري، انا قلت وبقول وهكرر: هذا الجيش يؤمر فقط بإرادة وأوامر المصريين. عندما المصريين يؤمروا
هو انتوا فاكرين انه خير اجناد الارض، فاكرين انه خير اجناد الارض جايه كده من فراغ ولا ايه؟ انتوا فاكرين ان خير اجناد الارض اللي قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم جايه من فراغ؟ دي علاقه خاصه جدا بين شعب مصر وشعب مصر وجيشه، لا تنفصم. لكن لما انا اشوف يتقال من شهور في افرولات وزي عسكري موجود في الشارع، وفي سلاح بيتهرب من دول كتير، وبعدين يتقال ان في جزء من الجيش المصري انقسم. يعني المؤامرة ان يتقال خلال الفترة اللي جاية ان في جزء من الجيش المصري بيهاجم جيشه. خلي بالكم، والله العظيم والله العظيم والله العظيم الجيش المصري على قلب رجل واحد. اتفضلوا. الكلام ده خطير جدا. الجيش المصري مش جاي اي جيش تاني، خلي بالكم. ما ينفعش الكلام ده يتعامل معانا، ما ينفعش الكلام ده يتعامل معانا. نقعد نتكلم ونقول شحن على ان ده جهاد في سبيل الله ونخلط الأوراق، ومش عايزين أبدا نقف وننظر إلى موضع أقدامنا. الكلام ده لينا كلنا، احنا لازم نقف ونفكر. يعني انت مستعد يا تهد البلد يا تحكمها؟ معقول كده؟ يا ترى ده دين؟ انت مستعد يا تدمر جيشك يا يجي معاك؟ ده مش ممكن يكون ابدا. ده امر في غاية الخطورة. انا عايز اقول لكم حاجة، انا بقول الكلام ده للمصريين عشان ننتبه، بقول الكلام ده للجيش عشان ينتبه، بقول الكلام ده للشرطة عشان تنتبه، بقول الكلام ده للقوى السياسية عشان تنتبه، بقول الكلام ده للأزهر عشان يقوم بدوره، بقول الكلام ده للكنيسة عشان تقوم بدورها. ليه؟ احنا مش هنستنى لما يبقى في مشكلة كبيرة ونقول ليه حصل كده. انا شايف ان في حد عايز يزق البلد ديت، عايز ياخد البلد ديت لنفق خطير. المصريين لما خرجوا بالملايين، الجيش ائتمر بأمرهم ونفذ إرادته. خريطة الطريق اللي طرحناها والإجراءات اللي عملناها، من فضلكم محدش يفتكر أبدا إن ممكن يتم التراجع عنها لحظة. احنا قلنا لكل اللي قلنا، كل اللي قلنا احنا مستعدين لانتخابات يشرف عليها اهل الارض كلهم، الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والفرنكوفونية، اي حد اهلا وسهلا، لان احنا عايزين انتخابات
يشهد لها العالم أجمع. فاحنا بنقول الكلام ده ليه؟ إذا كان لك الثقل والوزن الحقيقي والرأي معاك، الرأي العام مع حضرتك مع تيارك، هذا الكلام هيترجم في الانتخابات القادمة. الانتخابات القادمة هتبقى حاسمة، هتبقى إن كنت أنت لك هذا المكان هتاخد الأغلبية وتشكل حكومة وتجيب رئيس وتقود دولة. راديو المصريين خلاص، احنا ملناش خيار إلا برضا المصريين. لكن إن حد يتصور إن ممكن بالعنف أو الإرهاب، العنف أو الإرهاب، وخلوني أقف قدام العنف والإرهاب دي وأقول لكم حاجة حدثت بالفعل. الخطاب اللي تم في قاعة المؤتمرات قعدت أنا واثنين من القيادات وقلت لهم الموقف جد خطير ولابد من إجراء مصالحة حقيقية مع كل مؤسسات الدولة، لأن فكرة الدولة يمكن تكون مش واضحة. يعني إيه كده؟ يعني مع الكنيسة، يعني مع الأزهر، يعني مع القضاء، يعني مع الشرطة، يعني مع الإعلام، حتى مع الرأي العام المصري. وتم الاتفاق. وتاني يوم قعدت مع الرئيس السابق من 11 لغاية الساعة 1 أقول له مفردات الخطاب اللي ممكن تكون تحقق هذا الأمر، وقال لي هو ده اللي انت هتسمعه النهاردة. ساعتين من 11 ل1. طيب جيت قعدت في قاعة المؤتمرات أسمع الخطاب. أنا بقيت حاطط إيدي كده، بصراحة مش ممكن هو ده الخطاب اللي احنا اتفقنا عليه. أنا بقول لكم كده، أنا مش واصي على الرئيس السابق، لا، لكن احنا ما كناش غير ناس مخلصين وأمنة وشرفة وبنخاف ربنا. وإذا كان في حد يقدر يتصور إن اللي بيخاف من ربنا حد يقدر يغلبه، يبقى واهم ومش فاهم. اللي بيخاف ربنا ما حدش أبدا يقدر يغلبه، حدش يقدر. خطاب تاني خالص وخناقة مع كل الناس. ادي الخطاب وانتوا سمعتوه كلكم. انا عايز اقول لكم في القعدة ديت اللي هي مع 2 من قياداتهم، في ساعة منهم بيتقال لي فيها ان احنا لو حصل مشكلة كبيرة هيبقى في عنف كبير، لان في جماعات مسلحة وفي جماعات كذا وكذا وكذا. ساعة على اساس ان انا ايه؟ اخاف بقى. لا يا جماعة، لا يا جماعة، ده ما ينفعش. ما ينفعش بلد تقاد كده، ما ينفعش مصر تقاد كده. وقلت لهم هذا الامر هيخرب الدنيا اللي انتوا بتفكروا فيه ده. لو انتوا فكرتوا كده اللي انا بحذركم منه من 5 شهور، ده امر خطير جدا ان انتوا تفكروا ان كنتوا تتعاملوا بالعنف مع الشعب المصري او مع اي حد تاني. انا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ انا قلت في الخطاب السابق ان احنا في مفترق طرق، وانا عندي كلمتي في ده، وبقول لكل المصريين. لما كنت بقول للرئيس المصريين اللي بينزلوا بالملايين، يقول لي لا دول مئات كام الف كده. قلت له طب انا الصور اهي بتاعه القوات الجويه اللي احنا مصورين بيها الملايين اللي نزلت، شوفها، ملايين كتيره جدا. ازاي نقدر احنا نغفل كده؟ اراده الناس،
إرادة الناس. وعايز أقول لكم وأفكركم إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق أثناء قيادته كان حلمه بيقول إن أنا سأخلي بين إرادة المصريين واختياراتهم، يعني هعمل انتخابات نزيهة وشريفة عشان أخلي المصريين اللي خرجوا يوم 28 يناير واستلموا إرادتهم تبقى إرادتهم دايما معاهم، مش هبقى واصي أبدا على هذه الإرادة. الشرعية لما بتيجي بتيجي من الشعب صحيح، وبتيجي بالصندوق كوسيلة كآلية، لكن لو في آليات أخرى تحل المسألة غير إن الشعب يخرج بالملايين زي الدول المتقدمة كده، كانت الأمر بقى يسير. الشرعية ديت بيمنحها الشعب بالصندوق، يقدر يراجعها، يقدر كمان يرفضها، ولما يرفضها لازم نحترم ده، لازم نحترم ده. أرجع تاني وأقول إن إحنا في مفترق طرق، وبقول للمصريين إحنا كنا تحت حسن ظنكم، وكل اللي أمرتوا بيه عملناه، لكن بصراحة أنا بطلب من المصريين طلب يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. بقول ينزلوا عشان يوروا الدنيا زي ما وروها قبل كده. انا عمري ما طلبت منكم حاجه، وماليش ان انا اطلب منكم حاجه، لكن انا بطلب منكم توروا الدنيا زي ما وريتوهم في 30/6 و3/7 قد ايه ان انتم لكم اراده ولكم قرار. أنا عايز حضراتكم يا كل المصريين تنزلوا عشان تفكروا الدنيا كلها بأن أنتم لكم إرادة ولكم قرار. الإرادة هنا والقرار هنا، إن لو لجأ للعنف أو لجأ للإرهاب يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا العنف وهذا الإرهاب. من فضلكم يا مصريين تحملوا المسؤولية معي ومع جيشكم ومع الشرطة، وأظهروا تماما حجمكم وصلابتكم في مواجهة اللي بيحدث. ده مش معناه إن أنا عايز يبقى فيه عنف ويبقى فيه إرهاب أبدا، لأن فيه دعوة للمصالحة الوطنية والانتقال والعدالة الانتقالية طرحت، والنهارده هيبقى في لقاء في الرئاسة بكل القوى السياسية والدينية في الدولة عشان يبقى كل المصريين
يوجدوا صيغة حقيقية للتفاهم فيما بينهم. احنا بنعرف نتفاهم، لكن عايزين نعرف نختلف ازاي، ولما نختلف نعمل ايه؟ نختلف ازاي وما نختلف نعمل ايه؟ يوم الجمعة ميعادنا مع كل المصريين، والجيش والشرطة يأمنوا بجد هذه التظاهرات خلال تنفيذها، مش بس في القاهرة واسكندرية، في كل المحافظات. أنا عايز في نهاية كلمتي هنا لكل أبنائي وزملائي الضباط والصف والجنود أقول لهم خلي بالكم، أنتم خير أجناد الأرض. شرفاء جدا وتحملتم الكثير جدا، لكن ده عشان خاطر بلدنا، عشان خاطر وطن وخاطر شعب، خاطر وطن وخاطر شعب. ولازم تكونوا متأكدين كلكم الكلمة اللي بقولها، مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. التحية والتقدير لكل ضباط وصف وجنود الجيش، التحية والتقدير لكل ضباط وصف وجنود الشرطة المدنية على الدور اللي بيتم خلال هذه المرحلة. احنا كنا بنقول الجيش والشرطة والشعب ايد واحدة، قلتها في نادي الجلاء، وكان موجود ضباط الشرطة وكان موجود وزير الداخلية السابق اللي هو أحمد جمال. كنا بنقول الجيش والشرطة والشعب، كل شعب. احنا ما عندناش حساسية أو عداء مع أحد، كل المصريين دول إخواتنا وأشقائنا، بس هم كمان لازم يتعاملوا معانا على ان احنا اخواتهم واشقائهم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتفا سلاح.